والشمس مشرقة بنور ذاك، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت، بك قد سمت وتزينت، بك قد لضر مساه فأزيل عنه الضر حين دعاك، ودعاك أيوب بضر مساه فأزيل عنه الضر حين دعاك. لك معجزات، لك معجزات أعجزت كل الورى، وفضائل كلت فليست تحاك. لك معجزات أعجزت كل الورى، وفضائل كلت فليست تحاك. الذئب جاءك والغزالة قد أتت، بك تستجيب وتحتمي بحلمك. والذئب جاءك والغزالة قد أتت.
وهنا بقى اقدر اقول لكم صباح الخير وصباح السعاده. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. بصراحه ما كنتش ناويه اسجل على الفيديو ده، ما كنتش ناويه اعمل له يعني فويس اوفر، كنت هنزله لكم كده بحيث ان هو يكون حاجه مختلفه شويه، بس لا، قلت لازم اطلع اتكلم معاكم بقى شويه عشان ما تملوش كده من الفيديو، ما يبقاش الفيديو كله كده صامت. فقلت اطلع اتكلم معاكم شويه. بصوا، فيديو النهارده انا كنت اصلا مقرره ان انا هنرتب فيه مع بعض الكوفي كورنر وهنعمل له كده تغيير بسيط. بس للاسف حسيت ان لما نزلت، اما جيت اعمل مونتاج للفيديو يعني، حسيت ان الفيديو طول قوي. خصوصا ان انا كنت حابه اديكوا المقطع اللي في الاول ده، جو الفطار والروقان وكده. فكنت حابه اشارك معاكم المقطع ده، عشان في ناس كتير بتحب الجو ده زيي. انا بحب قوي الفيديوهات الهاديه اللي بتحسسنا بروقان كده. فقلت هشاركه معاكم واديكوا طاقه كده ايجابيه، لان انا كنت فعلا مكسله جدا في اليوم ده. اول ما صحيت من النوم يعني نزلت الولاد المدرسه وقلت انا هرجع انام تاني، انا مش قادره. بعدين لا، يعني حاولت كده اقاوم التعب واقاوم الكسل اللي انا فيه، وقلت خلاص انا هبتدي كده اليوم النهارده، هعمل فطار كده رايق، واعمل كده قاعده رايقه كده ويكون فيها هدوء، علشان تديني طاقة كده ان انا اقدر اقوم اصور لكم الفيديو بتاع الكوفي كورنر، وارتب معاكم بقى الحاجات اللي انا كنت عايزة ارتبها في اليوم ده. فالحمد لله، الحمد لله الخطة نجحت يعني. وفعلا بعد الوقت بتاعي ده بتاع الصبح، سبحان الله، فعلا يعني اديت وقت لنفسي كده وقعدت كده في هدوء مع نفسي. حسيت بباور بعديها ان انا لا، قادرة ان انا اقوم اكمل، وقادرة ان انا اقوم اعمل الحاجات اللي انا كنت عايزة اعملها. فبجد بجد يعني انا انصحكم من كل قلبي انتوا تدوا وقت كده لنفسكم. بجد الوقت ده بيفرق جدا، خصوصا بالنهار الصبح يعني. بيفرق جدا في طاقتكم، بيفرق جدا في نفسيتكم طول اليوم بجد. لان انا ما كنتش بعمل كده الايام اللي فاتت، وكنت دايما عندي كسل ودايما مش قادرة اعمل حاجة. بس في الايام اللي بقوم فيها واعمل فطار كده، يعني مش لازم يكون فطار اوفر، بس ان انا ايه، يعني اعمل فطار لنفسي عشان يديني طاقة. وفي نفس الوقت حتى لو حاجة بسيطة قوي، بس اقعد كده يعني قاعدة كده لنفسي، قاعدة كده فيها روقان شوية. اعمل نسكافيه، اعمل قهوة، ممكن افتح اللاب على اي حاجة اتفرج عليها، يعني ادي لنفسي كده حتى لو نص ساعة. بجد الموضوع ده هيفرق جدا جدا. فانا يعني وقت الفطار ده كنت بفطر كده، فحبيت ان انا اقول لكم على بجد المعلومة دي، يعني من اكتر الحاجات اللي انا بقيت اطبقها اليومين دول، وبقيت فعلا مبسوطة بيها قوي. الفترة اللي فاتت طبعا كلنا كنا مكتئبين، وما زلنا لحد دلوقتي. والله انا لما بفتح التلفزيون، بفتح الموبايل، بتفرج على الفيديوهات بتاعت فلسطين والحاجات يعني بصوا بصراحة انا بتأثر قوي من الفيديوهات دي جدا جدا. يعني ممكن لما وانا بقلب كده لو صادفتني فيديو زي ده، ما بقدرش بصراحة اكملها. هي بصراحة طاقات، يعني في حد عنده طاقة او عنده قدرة ان هو يقدر يتفرج على حاجة زي كده، وفي حد تاني لا. انا ما بقدرش بصراحة. والموضوع زاد معايا اكتر بعد الحمل، يعني يمكن الفترة اللي انا فيها دي اصلا عندي اكتئاب لوحدي، اللي هو انا بقعد اعيط لوحدي. فتخيلوا بقى بفضل اتفرج على الحاجات دي واعيط واكتئب اكتر. فبصراحة بقيت شوية اتجنبها. طبعا يعني كلنا لازم هنحس بيهم، وكلنا بندعي لهم يا رب بجد يفك الكرب اللي هم فيه ده. بس ان انا اقعد اتابع زي الاول، لا بصراحة ابتديت ان انا اخف الموضوع ده شوية، علشان انا فعلا حسيت ان انا الموضوع بيأثر عليا، كمان بيأثر على البيبي، بيأثر على يعني على طول عندي اكتئاب، وعلى طول لما بكتئب كمان ما باكلش كويس، ما بركزش، ما باخدش الادويه بتاعتي. فبقيت شويه يعني اخرج بره المود بالموضوع ده، ان انا اقعد كده شويه افصل، ما اتفرجش بقى خالص على فيديوهات. ممكن ساعات كتير جدا على فكره ما امسكش الموبايل في الوقت ده، يعني اقعد بس كده. ممكن اشغل حاجه جنبي، اشغل اذاعه القران الكريم، اشغل ابتهال، اشغل اي حاجه تهدي لي اعصابي كده، واقعد كده مع نفسي.
فده بيفرق معايا بصراحه قوي اليومين دول. المهم انا خلصت كده فطار وشلت بقى الفطار بتاعي تمام. جيت بقى على المطبخ علشان كنت في حاجات كتير عايزه ارتبها. كنت جايبه حاجات الاسبوع، الجبن والحاجات اللي هي بتاعه الفطار يعني، وسايباهم ما كنتش قادره بصراحه اعملهم. فقلت هتشجع بقى بما ان انا قمت كده وروقت على نفسي وبصور لكم فاعملها معاكم. بس كنت جايبه جبن وحاجات للولاد يعني عشان الفطار وعشان المدرسه واللانش بوكس وكده، فقلت هرتبهم. وكمان التلاجة كانت عايزه ترتيب كده في السريع، يعني مش تنظيف، ترتيب. يعني هي كانت نظيفه وكل حاجه، بس يعني وانا برتبها او لما ببقى جايب حاجات الاسبوع وكده كده هرتب التلاجة، بديها كده تلميع في السريع عشان احط الحاجه وهي كده مهندمه كده، انتوا فاهمين. عايزه اقول لكم الجبنه دي خطيره خطيره بجد، حلوه جدا جدا. هي جبنه كيري بطعم البسطرمه، في منها على فكره اطعمه كتير قوي. يعني انا جربت اللي هي الجبنه الكيري بطعم البسطرمه، جربت اللي بطعم الجبنه الرومي واللي بالشيدر، وكمان اللي بحبه البركه حلوه جدا. فانا جبت بقى اللي هي البسطرمه دي، اكتر نكهه بنحبها بصراحه، فهي اللي جبت منها كده كتير. بتفضل عندي بقى انا يعني اليومين دول ببقى عايزه فطار سهل كده، انتوا فاهمين، اللي هو انا اقوم هعمل اي ساندوتش كده في السريع مع مج النسكافيه بتاعي وخلاص. فببقى عايزه حاجه سريعه. يعني غير بقى الاول كنت ممكن اقوم لسه اسلق بيض او اقلي بيض او اعمل فول، اعمل مش عارفه ايه، فكنت بكسل. فكنت عايزه حاجه كده سريعه، في نفس الوقت بيبقى برضو سندوتشات سريعه للولاد في اللانش بوكس على طول الصبح. بس دي الطعم التاني اللي هو بطعم الرومي برضو بتكون حلوة قوي. عايز اقول لكم الجبنه الكيري اللي بالطعم الرومي دي مع الجبنه الرومي، ان انا بحط كده جبنه كيري ومعاها كده شريحه جبنه رومي، بتكون خطيره بجد، بتكون حلوه قوي. قولوا لي انتوا بقى، طمنوني عنكم، اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات بجد. الفيديو ده انا كنت يعني المفروض انزله لكم من كام يوم، بس كل يوم بقى بصراحه هكسل، فقلت لا انا هتشجع بقى واقوم كده اصور لكم وبس. عايزه اقول لكم ان انا الايام اللي فاتت كنت بعمل حاجات كتيره جدا بس ما صورتهاش. يعني المطبخ عملت له كده تنظيفه حلوه، وكمان غيرت في الديكور بتاع الرخامه لو انتوا واخدين بالكم. بس ما صورتوش معاكم، مش عارفه ليه. كل ما انوي ان انا هصور حاجه بلاقي نفسي ايه ده، هو انا لسه بقى هقوم البس واقوم اجيب الستاند بتاع التصوير واصور. عارفين الموضوع بيكون مرهق بالنسبه لي، خصوصا في الفتره اللي انا فيها دلوقتي. فمش عارفه بصراحه، يعني بحاول اقاوم الموضوع ده، وبحاول ان انا استمر واتشجع وانزل لكم فيديوهات، عشان مش عايزه بصراحه اكسل، مش عايزه يعني القناه انتوا شايفين واقعه بما فيه الكفايه، فعايزه يعني اهتم بيها شويه واشجع نفسي بقى، وانتوا كمان شجعوني بقى. فيا ريت يعني اللي لسه ما عملش لايك ينزل يعمل لايك، ولو انتوا مش مشتركين في القناه تشتركوا، وكمان تعملوا الشير كتير مع اصحابكم عشان الفيديو يتشاف. بصوا دلوقتي انا السجاد اللي انا كنت طالباه جالي. المشايه اللي زي ما قلت لكم اللي هحطها هناك عند الركنه، وكمان المشايه اللي هحطها عند الكوفي كورنر. الحمد لله ان هي وصلت قبل ما اصور لكم الفيديو بتاع الكوفي كورنر. كمان كنت جايبه للاوضه ده، لاوضه النوم، مشايات هوريها لكم برضو. ولغرفه تانية برضو نفس السجاده دي بس على رمادي، فهنفتحها بقى دلوقتي ونشوفها. يلا بينا. وهنا زي ما انتم شايفين كده كان وصلني السجاد.
فحبيت ان انا افتحه كده معاكم. بجد يا جماعه، بجد السجاد ده حلو قوي قوي قوي، انا عاجبني. انا عايزه اقول لكم ان انا يعني خلاص يعتبر غيرت كل السجاد بتاع الشقه بنفس الماتيريال بتاعت السجاد دي، من كتر ما هي جميله وملمسها حلو قوي، وتنظيفها كمان سهل. فناقص لي بس يعني انا غيرت سجاد الشقه كلها ما عدا بس الغرفه بتاعه الولاد، هي الوحيده اللي انا لسه ما غيرتهاش، عشان انا زي ما قلت لكم ان انا بجدد في الغرفه. فمستنيه ان شاء الله لما هي تكمل، وباذن الله برضو هجيب لها من نفس النوع ده. ممكن اساعدك؟ دي واحده. لا لا، حلوة دي. حلو حلوة دي. على فكرة دي ممكن تكون أحلى من دي واحدة. على فكرة دي ممكن تكون أحلى من دي، ودي كمان تكون أحلى من دي. هي السجادة بتاعتنا دي احنا عملتها. بس وهنا كنت بحاول بقى ارتب السجاد عشان اجيب اللي هما لونهم اوف وايت لوحدهم، او لونهم بيج لوحدهم، اللي لونهم جراي برضو لوحدهم. واحمد طبعا كان بيساعدني زي ما انتم شايفين كده، ما كانش سايبني في حالي خالص بصراحه، وقعد يقول لي عايز اساعدك عايز اساعدك. بس فانا لفتهم كده عشان ابقى عارفه كل يعني غرفه هنحط فيها ايه بالظبط. بس وزي ما قلت لكم، اول ما غرفه الولاد باذن الله ابتدي فيها هعملها معاكم خطوه بخطوه، واقول لكم انا عايزه اعمل في غرفه الاطفال ايه او غرفه الولاد ايه. وهقول لكم كمان هجيب انهي سجاد فيه بالظبط. بس كده ما حبيتش اطول النهارده الفيديو عليكم، علشان انزل لكم الفيديو التاني بقى على طول، فاستنوه. وان شاء الله مش هتاخر عليكم، هنزله على طول باذن الله. وبس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك للفيديو، وفعلوا كمان الجرس، عشان في ناس كتير قوي قالوا لي ان بيجيلهمش اشعار خالص بالفيديو، فممكن تلغوا الاشتراك وتشتركوا من اول وجديد، وتعملوا كمان تفعيل الجرس عشان اول ما انزل الفيديو يجيلكم اشعار ان انا نزلته على طول. دي الأب ده الابن، ده الابن الصغير شوية، وده الأب وده الابن، ده البيبي وده الابن، ده البيبي في بطنك، وده أنا وده بابا بقى. بصوا دي كده المشاية انا فرشتها هنا تمام، حطيتها هنا كده عند البلكونة اهو. مقاسها مناسب، هو انا بصراحة كنت عايزاها يعني توصل للاخر، يعني تبقى للاخر عند الشباك كده او عند البلكونة، بس مقاسها كويس. التانية بقى، التانيين انا حطيتهم عند الكوفي كورنر، وهوريهولكم بقى في الفيديو بتاع الكوفي كورنر باذن الله. بس التانية بقى انا حطيتها عند الكوفي كورنر، هوريها لكم ان شاء الله الفيديو الجاي. انا بصراحه كنت النهارده ناويه انزل لكم الفيديو كامل والكوفي كورنر كمان، بس الفكره ان انا حسيت ان الفيديو بقى طويل قوي اوفر، فقلت لا خلاص هنزل لكم النهارده المقطع ده، وان شاء الله بكره انزل لكم الفيديو يكون خاص بالكوفي كورنر بس، يعني ما يكونش فيديو بقى شامل كل حاجه. بس حبيت اوريكم المشايه اهي من قريب. بصوا هي لونها افتح سنه من التصوير، بس بصراحة تحفة 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 بجد. سبت لكم كمان اللينك بتاع البيج اللي انا جبت منها السجاجيد والمشاية دي، قولوا لها ان انتوا جايين من تبعي عشان تعمل لكم خصم حلو. بس كده، المهم ده كده المشاية. ان شاء الله اوريكم بقى بقية المشايات اللي انا حطيتها عند الكوفي كورنر الفيديو الجاي باذن الله.